ايه رأيكم نعمل فيديو كله كده ونتكلم على حاجة انا عايز اتكلم فيها؟ السلام عليكم شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم سيف محمود من ايكون بلاكر. احنا لسه مخلصين شغل. هو ايه اللي بيحصل في الماركت دلوقتي؟ ايه اللي اختلف؟ ايه نوعية البشرية اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الموضوع؟ انا عايز اتكلم على الناس اللي هي ايه، انا بقول الخير. تعالوا كده نركب العربية ونرجع تاني. اوكي اوكي اوكي، حلو قوي. فتحنا النور. حلو قوي الفيديو يبقى كده. نحط الحزام. انتوا عارفين ان البورش ده في ناس بتغيره لانه بيسيح، والحتة دي بتسيح من الشمس لان هي عربية مش مصممة لمصر، يعني مش فاهمين حاجة. طيب حلو قوي. دلوقتي في 3 حاجات اختلفوا من قبل كده. اول حاجة، انا مش عايز اطول عليكم، يعني انا مش عايز ابقى عامل فيديو وانا بصور وانا سايق، يعني الطريق حلو يعني، بس مش مشكلة. اول حاجة اختلفت عن زمان في موضوع ان حد بيطلع يتكلم ومكاني وشايف الناس اللي داخلة الدروب شيبينج جديد. اللي اختلف ان الناس زمان كانت مقتنعة ان ده بيزنس فعلا وكانت جديد، فكانت واخداه ان هو كومبليكيتد وبتاع. دلوقتي هو البيزنس ما اختلفش، بالعكس ده بقى اصعب. والناس بقى اختلفت فكرها في ايه بقى، ان بقى الموضوع بقى بالنسبه لهم سهل جدا. ما هو يا عيني بيشوفوا ناس بيقول لك تعالى ازاي اقول لك في 3 خطوات، تعالى اقول لك ازاي تعمل متجر مش عارف ايه، وهو على التيك توك بيوريك، ويا عيني فالايزي افكت عالي قوي يعني. فالناس فاكره يعني ان هي الدنيا ايزي. حتى عندي في الكوتشنج، انا ما بقولش كده عشان حد يجي لي كوتشنج، انا بطلت كوتشنج ومش بتكلم في حد بقطع في سيرفيس حد ولا عايز اي حاجه من حد. انا بتكلم على الفتره الجايه، انا هتكلم على اساس ان انا يوزر تماما، انا راجل متفرج. مش بس كده، ده انا بفكر كمان اخش في السيرفيسز بتاعت الناس، اشوف بقى. تعالوا بقى يعني على قد الايد، يعني الموضوع مش كبير، يعني $200 $300. انا رايحين نتعشى دلوقتي باكتر من 400 او $500 واحنا في مصر. فالموضوع بتكلم الكوتشنج، ناس بتخش تقول لي انا اسف، احنا ليه قعدنا شهر ولا 2؟ ما انت في ناس تقول لك تعالى اقول لك في 3 ايام او 4 ايام هتعمل ايه، او داي 1 داي 2. فيش الهبل ده، الدنيا مش سهله، بالعكس في البدايات صعبه. انا ممكن في ستور اعمله في 4 ايام او 5 ايام كل حاجه، وكانت عندي في وقت لما كان معايا تيم كبير كان بعمله في 24 ساعه. بس انا عندي بنك ريدي ودنيا ريدي وبيمنت جيت واي ريدي، كل حاجه ريدي، وسبلاير ريدي، كل حاجه. دلوقتي يا باشا انت لسه ستيل كله بقى مستعجل، يلا يا سيف يلا نبرنت بقى كتير. والله يا جماعه انا عندي حاله وعمري ما هتكسف اقولها، قعدت سنه معايا، كانت very 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 complicated وما سبتهاش غير لما عملت حاجه. ويروح ويغيب ويخسر ويعمل ويسوي ويرجع ويتغابى ويتغشم ومش فاهم حاجه، ونرجع نعيد. وانا ممكن وانا اختص شويه، ما هو بيغيب برضه كمان، وانا برضه مش قاعد مش شاريني. لكن في الاخر بقيت بقى لا، اللي هو طالما انت عديت 30 يوم من غير ما كلمتني، انا ليا الحق ان انا الغي الكورسز. وفعلا لغيت الناس، اصل انت مش شاريني يعني. انت المفروض داخل واحد جاي دافع فلوس، فانت المفروض تبقى ديديكيتد. انت بقى مش ديديكيتد، انا عمري ما هبقى ديديكيت لك، يعني مش هبقى ملتزم لك يعني. ده اول حاجه.
الناس فاكره ان الموضوع بقى اسهل من بكتير، بالعكس الموضوع بقى اصعب بكتير. بس من كتر ما الناس اللي تطلع تتكلم في معلومه بتبين الايزي افكت، الموضوع الناس بقت فاكره ان هو اسهل من زمان. بس زمان الموضوع كان اسهل بكتير. يعني لو كنت الناس بتتكلم بالايزي بروسيس دي واي اي ومش اي اي، الموضوع بقى اسهل لان الناس بقت بتخش اسرع، فبقى في عك اكتر جوه، فمحتاج ان انت تميز نفسك، فمحتاج انك تشتغل على نفسك. اول حاجه. تاني حاجه، اللي بقى كترت، واحد بيتكلم عن فيسبوك ادز، واحد بيتكلم على اورجانيك، واحد بيتكلم على انستجرام انفلونسرز، واحد تاني بيتكلم على جوجل شوبينج، واحد تاني بيتكلم لا احنا تعمل بيرسونال براندنج، نفس الشخص تاني بيتكلم على الفريلانسر. واحد ما يعرفش ان اللي داخله وبيتفرج عليه ده عايز ان هو يشتغل اي حاجه اونلاين. ما هو يا حبيبي انا ما قمتش، انا كسيف، انا ما قمتش من النوم قلت يا ماما يا ماما انا نفسي ابقى دروب شيبر يا ماما. ما فيش الهبل ده. هو انت لازم تفهم البيزنس موديل ده، هو انت اللي عايزه، مش اللي هو ايه، انت فاهم يعني ايه؟ يعني انت ما انت واحد بتحب التجاره فحبيت التجاره. يعني انا عندي طالب كده بحبه جدا، قال انا بحب التجاره وبس لقيت الشق ده نوع من انواع التجاره بس له ريسك وايه، وهقدر ان انا اشتغل عليه، فبالتالي ايه الموضوع لذيذ. اهو ده بقى راجل انا اقول ان هو داخل دروب شيبينج بكامل ارادته وقوته وعقليه، ده مهما خسر فيه مؤمن فيه. المهم، تاني حاجه لازم تبقى انت فاهم كويس قوي انت بتتفرج على مين، واوعى فاكر نفسك انك هتاخد معلومه من التيك توك. انا بتكلم في التيك توك، اوعى تبقى فاكر نفسك انك هتتكلم على انك حد هيقول لك تعالى اقول لك ازاي تعمل متجر على الشوبيفاي في التيك توك وانت قاعد يعني بقى ورقه وقلم وبتحضر. لا يا حبيبي، دي مش كيكه، ده ويب سايت. ده اختلفت كتير. اللي بقى كترت، فانت يا عيني اتكلمت فيها في ال 18 ساعه which is what is the content you need to listen. ايه هو المحتوى اللي انت المفروض تسمعه في انهي مرحله. ما ينفعش تبقى انت في البدايه ومش فاهم اي حاجه خالص وتتفرج على كيس ستادي ازاي انا عملت $23,000 وتقول لي خلاص انا كده فاهم حاجه. حبيبي انت ولا فاهم تكنيكال ولا اي حاجه، لا لازم تاخد الستيب، لازم تبقى فاهم يعني ايه. تعلم الاول الصنعه، تعلم الاول اللغه، بعد كده عشان كده لما زي لغه السباكه مثلا، انت فاهم يعني ايه ماسوره والحام وقطعيه واختصار ومش عارف ايه. فبعد كده لما اللوسته بتاعك او الصنايعي بتاعك او الكبير او البيج بوس بتاعك يقول لك هنعمل قطعيه هنا، كده نلحم هنا، كده نعمل هنا، تبقى انت فاهم الحاله دي انت هتعمل ايه في ايدك. تبقاش انت ميح وعامل فيها بطل وهتخش تقول لي اصل انا متفرج على الكيسه دي بتاعتك وانا كده فاهم اي حاجه. فنخش على النقطه الثالثه، هي اختلفت كتير قوي، عدم التعاون ما بين الناس. وكان في حد والله انا اسف جدا انا مش فاكر اسمه كويس، هو بيقول لك من كتر اغاني الشعبي انا اجمد واحد، انا فرده، انا حمله، انا بتاع لدرجه يا جماعه ان انا كنت بسمع ناس بتلقح عليا، كل واحد بيتكلم ان هو احسن واحد، وللاسف هم مش مفيش تعاون. على فكره انا من اوائل الناس اتكلمت في الموضوع ده، وفي ناس كتيره قوي بجد. يعني انا عايز اقول لكم انا في ناس كتير قوي مش بتعاون معاها، بس في ناس برضو متعاون معاها، لدرجه ان انا في مره احكي لكم موقف. انا مره وانا هقول اسمه على فكره، اسمه ماركتنج عمر. ماركتنج عمر ده he is doing great job. ومره زهره ومره ندى، كل واحده بايونيرنج في حاجه، واحده في الكونتنت، واحده في الكريبتو، وهو في الاي كوميرس. عمر كان في حاجه واقفه معايا في ستور كان مجنني، كان فيسبوك ادز. قلت له عمر انا عايز اتكلم معاك، ودفعني كونسلتيشن، كانت على هوايه زي العسل، بس اتعاوننا اتكلمنا مع بعض. هو كان على فكره واحنا في الكونسلتيشن هو كان عايز يقعد ويديني اكتر، بس انا خدت المعلومه، انا تمام قوي كده يا عمر، يعني ايه، انا تمام. هو كان عايز يعمل اللي عليه والزياده والزياده والزياده، مش عارف هو عشان سيف ولا عشان ده بطبيعته. في الحالتين حلوين ليا. ندى وزهره كانوا اتنين بايونيرنج برضو، بيعملوا كونتنت وكده وهكذا.
وبيطلبوا مني حاجات، ومن ضمنهم ناس اديتهم كوتشنج، وانا بتكلم فيه كمان 3 4 انفلونسرز كمان. الموضوع كان لذيذ. فتعاون بره بقى. اليوتيوبرز بايونيرنج بقى في الحته دي، تلاقي ده هنا بيستضيفوا، هنا بيعملوا جاذرينج، وهنا بيعملوا هنا ما فيش، كل واحد يا عيني ايه مغطي على نفسه، ولا كأنه فاكر نفسه ان هو ايه مع الصندوق الاسود. في حد برضو حبيبي جدا 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 برضو من ضمن الناس اللي كانوا، وعلى فكرة بقى في ناس كتير قوي طالعين والله العظيم، انا ممكن والله العظيم اللي يجيبها صح، اللي فاكر نفسه ان هو بيتكلم زيي، دروب ان ذا كومنت، وانا اقسم بالله لو لقيت الاغلبيه جابوا الاسامي دي صح، ان الناس دي كانت طلاب عندي وطلعوا يتكلموا بعد كده في كونتنت. من ضمنهم في شخصيات متعاونه، وفي ناس والله كانوا طلاب عندي، وانا بفتخر بحاجه زي كده على فكره. يعني الموضوع مش بيضايقني، بالعكس ده حلو حلو حلو. بس توصل وتنسى دي بقى ايه، تبقى فاكر نفسك حاجه، لا ممنوع. فالفكره كلها ان الابقاء كترة التعاون قل، فده اختلف كتير قوي. فكل واحد يا عيني بيبقى عايز يقول حاجه جديده، والماركت يا عيني حاجه تانية خالص. كل واحد يعني بجد، يعني هحكي لكم حاجه اتكلمت فيها في الانستجرام. انا شفت فيديو، والله مش شفته، انا كنت قاعد مع التيم، ولقيت حد، احنا قاعدين يعني خلصنا ميتنج وقاعدين، وكل واحد بس بيعمل كام حاجه، فلقيت حد ايه بيتفرجوا على فيديو لمنافس، يعني مش منافس يعني زميل يعني. فطلع بيتكلم عن البراند دروب شيبينج. انا كنت عايز اقول له يا جماعه هو بيتكلم، هو صح، بس يا حبيبي الدروب شيبينج، البراند دروب شيبينج ده 2019. طب ماشي خلاص انا همشي معاك، انا راجل تمام. 2019 ودلوقتي شغال، بس ده قديم، ابديت قديم قوي. يعني دلوقتي الموضوع ده بقى اساسي زي شوبيفاي كده عادي يعني. طب احنا بقى لو متعاونين مع بعض، وهو جه قال لي كونتنت، لا اتكلم اللي ماشي اكس واي زد، فنعرف نتكلم كلنا في حاجه واحده يا جماعه. دلوقتي مثلا في فور اكزامبل فيسبوك استراتيجي اسمها وان كامبين استراتيجي، يعني انت بتعمل وان كامبين وان اد سيت وبتشتغل فيها كلها. كل الناس اللي بتتكلم على الفيسبوك بتتكلم على نفس الموضوع ده. ليه؟ عشان في تعاون، مش كل واحد عامل نفسه فلتي، وكل واحد عمل ايه في الماركت مخترع بكده. فهنا ده الفرق في العرب، ان كل واحد عامل نفسه فلتي. فبالتالي حل الموضوع ده انه نتعاون ونعمل ميت اب، ونعمل ايفنتس، ونعمل كذا. بس كده، دول 3 حاجات. قولوا لي في الحاجات اللي انا قلت لكم، دروب مي ان ذا كومنت. وانا رايح عند صديقي اوريكم شويه، ولا ممنوع. هو مركز صيانه، بس ما بيشتغلش غير في البورشه واللامبورجينيز والاستون مارتنز والحاجات اللي زي كده، فممنوع انهم تتصور عشان محدش بيعرف انها مخبوطه يا حبيبي. من ضمنهم ناس سويقه في البلد وراحت خابطه العربيه، اولهم حرف ح. اوكي، اشوفكم على خير. اتمنى ان انتوا تكونوا واعيين. انا مش هوريكم اكتر من كده. بصوا بورشات وبتاع، ودي لامبورجيني اورس. اشوفكم على خير. اي حد مستني مني كونتنت كويس الفتره الجايه، هنعمل شويه كونتنتس محترفين. يلا، سلام عليكم.